السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله جاية معاكم كده اعرفكم اسعار شوية حاجات كده، بما اني نزلت السوق النهاردة وجبت شوية حاجات كده بسيطة. طبعا ما جبتش حاجات كتيرة لان انتوا عارفين الاسعار يعني الحمد لله راحت في داهية، فانا جبت شوية حاجات بسيطة كده وحابة اعرفكم يعني اسعار الحاجات اللي انا جبتها. زي ما انتوا شفتوا كده انا جبت هنا ب20 فيجيتار، ب10 فيجيتار بارد وب10 فيجيتار حار. طبعا البارد حطلي عليه كركم وحطلي عليه شوية توابل كده، والحار حطلي عليه شطة علشان يعني يفرق بين الاتنين. طبعا انتوا عارفين الاكياس بتبقى غالية جدا، فانا الفرط الدبو بتجيبيه من عند العطار بيبقى ارخص. وجبت كمان كده ربع كيلو حلبة وربع لوبيا. الربع حلبة ب10 جنيه، وجبت الربع كيلو لوبيا برضو ب10 جنيه. ومعايا طماطم هنا، الطماطم كانت الكيلو وربع ب10، يعني حلوة احلى من الاول. ومعايا هنا سبانخ، جبت الكيلو ب17 جنيه. وما بتيجي تنقي السبانخ بتنقي القصيرة دي وبتبقى راسها من هنا حمرا، دي بتبقى مسكرة معاكي وبتبقى البلدي. وجبت سمك اللي هو البوري اللي هو المشاط ده، برضو بتنقيه اللي هي بتبقى محمرة دي وبتبقى راسها مدورة، دي بتبقى النتاية مش الدكر، بتبقى مدبدبة كده وبتبقى جميلة وبتبقى مسكرة. تنقيها كده وما تيجي تضغطي على السمكية بتاعتك تبقى حلوة كده، تبقى ناشفة متبقاش طرية معاكي وتبقى عينها بتلمع كده. وجبت كيلو بغا برضو، السمك المشاط ب70، والباغة ديت او الباغة ديت ب80 جنيه الكيلو. جبت كيلو من دي وكيلو من دي. كده يا حبايبي. وجبت نص كيلو لحمة راس، الكيلو ب170، انا جبت نص كيلو طبعا لان اللحمة التانية غالية مش جبتها المرة دي. وجبت كمان نص كيلو فلفل، الفلفل الكيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو. وجبت ربطة بصل، البصل ب5 جنيه، والجرجير ربطتين ب5 جنيه. وربطة الحلبة دي طعمها حلو قوي برضو بحبها انا، جبتها ب5 جنيه الربطة. والبصل طبعا يعني سعره راح في داهية، ناس بتبيعه ب40 وفي ناس بتبيعه ب60 وناس بتبيعه ب50. انا جبت من الراجل بالعافية كيلو ب35 جنيه يعني بالعافية. طبعا لحمة الراس انا جايباها قطعية حلوة يعني حمرا وحلوة. الكيلو ب170 زي ما انا قلتلكوا، انا جبت نص كيلو. والحلبة دي كانت جدتي الله يرحمها كانت بتجيبها على طول، هي اللي معوداني عليها. انا بحب الفلفل اللي بتبقى يعني زي الشطة دي، بتبقى حلوة قوي، بتبقى يعني فيها نسبة حرارة مبتبقاش باردة قوي. والبصل اللي انا لقيته اللي هو الوسط كده علشان يكفي طبعا. ربنا بس يهون علينا والاسعار تهدى شوية، ربنا يكون في عون يا رب اللي معه عيلين وتلاتة واربعة، ربنا يهون عليه الايام دي بجد. يعني الاسعار حرام والله العظيم. وحرام كمان لما يبقى كيس السكر ب40 وب50 جنيه، يعني مش عارفة انا الواحد يعني كيس السكر مش بيكفي 5 6 ايام، يعني لما الواحد يشتري كيس السكر ب50 جنيه ولا ب40 جنيه هيعمل ايه؟ وكده يا حبايبي. طبعا لقيت الخيار ب20 جنيه الكيلو ما جبتش، والبطاطس ب20 جنيه هي كمان فما جبتش برضو، يعني جبت شوية حاجات على قد كده. والفراخ يعني الفراخ بدأت تنزل شوية، بقت ب67 جنيه الكيلو. انا جبتها بس بعد ما صورت الفيديو، يعني بدأت اسعارها برضو تبقى مرتاحة شوية. ممكن تجيبي مثلا 2 كيلو هياكل، الهياكل الكيلو ب40 جنيه، ممكن تجيبي 2 كيلو مثلا تبقي تسلكي بيهم في يوم. تجيبي فرخة مثلا كبيرة شوية 2 كيلو، تقطعي الصدر تعمليه بانيه وتعملي الوركين والهيكل في يوم. يعني نسلك نفسنا علشان الاسعار دي بجد، يعني الواحد بيسلك نفسه على قد ما تقدر. وطبعا لو ما بتحبيش لحمة الراس ممكن تجيبي يعني ربعين من اللحمة التانية اللي هي البلدي، دلوقتي بيقولوا ب320. انا ما جبتهاش بصراحة عشان اعرف سعرها، بس بيقولوا بقت ب320. ممكن تجيبي ربعين تعملي كل ربع في يوم. والبسلة طبعا زي ما انتم عارفين ب30 جنيه وب25، اللي ب25 دبلانة كده ومصفرة، والجزر برضو ب30 جنيه الكيلو. يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب. بس بيقولوا ممكن الأسعار يعني تهدى شوية يا رب، الله المستعان. وكده الفيديو بتاعي خلص، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.